ابو ريده يا هنا ابو ريده، خدها من واحد اهلاوي عشان بكره هتندم عليها. مش عشان الاهلي بس، دي دوله مؤسسات، دي دوله ناجحه مش دوله فاشله. لو هتكمل في الفشل كانت خلت الاخوان يكملوا، والنظام الفاشل التاني السابق لسه ما زال فيه فشل وفيه رشاوى وفيه بلاوي سودة، بس في الاتحاد الكوره لصالح مين؟ لصالح انديه اخرى، بيراميدز والزمالك. عايزين يوقعوا الاهلي باي طريقه، يوقعوه زور. رفضتوا الاجتماع بتاع السيد عبد الحفيظ ليه؟ عشان هيكشف لكم الفضائح بتاعتكم. صح؟ ضربة جزاء، كل العالم كله بيقول لك ضربة جزاء، انت رحت تكرم الحكم. صح؟ يبقى لازم ولابد الحكومة المصرية تتجه للاتحاد الكورة فورا، الاتحاد المصري لكرة القدم فورا. بعود الكرة عندنا من 2015 ولا من اخر 2015 زي الزفت. منتخب مش عارف يوصل لبطولة افريقيا تاني. اخر حاجة خدها 2010، الله يمسيك بالخير ويديك الصحة يا حسن شحات، زملكاوي بس محترم وليه كل التقدير. اقسم بالله محترم وليه كل التقدير. واحد زي فاروق جعفر ليه كل التقدير. واحد زي جمال حمزة، زي مثلا اشرف قاسم، واحد زي ناس محترمه. انما الجيل اللي هو اليمن دول، واحد زي الغندور، واحد زي ده، عالم وسخه، عالم شويه الكره في مصر. واحد زي ميدو ده فاشل. اقسم بالله انا لو في الحكومه لا يمنعه في حاجه اسمها الاعلام نهائي نهائي. ده بالذات الفلات الوسخ نسي نفسه، بتاع الافلام اللي كانت معروضه على الشاشه، المعفن وهم بيتكلموا هو مجدي عبد الغني، نسي نفسه. دول فشله وفشلوا الكره في مصر. ارجو، انا بطلب من الحكومه ومن الرئيس السيسي يتدخل في الفشل اللي في الرياضه المصريه، خلي منتخبنا يظهر والاهلي يظهر بمستواه الطبيعي بعدل ربنا. صح يا مصر.